الحكم على نتيجة زراعة الشعر. إيه هو المقياس اللي بنقيس عليه إذا كانت عملية زراعة الشعر دي كنتيجة نهائية هي ناجحة والّا فاشلة؟ أنا بالنسبة لي المقياس الأول والأخير هو رضا العميل نفسه عن النتيجة. أنا من وجهة نظري أنا طبعًا شهادتي مجروحة، لأن طبعًا التفاوت في النتايج ده موجود باعتبار إن الناس مقوماتها ومعطياتها مش واحدة، فممكن يبقى واحد مقوماته للأسف هي متوسطة أو تحت المتوسطة وبناءً عليه خد نتيجة تتناسب مع مقوماته، فأنا بالنسبة لي أنا نجحت، مع واحد تاني مثلًا يكون واخد نتيجة كويسة جدًا عشان مقوماته قوية جدًا، فأنا بالنسبة لي أنا نجحت. بس للأسف في بعض الناس شايفة إن هو بالرغم من قلة معطياته أو وسطيتها إن هو لأ، كان منتظر أو كان مستني نتيجة أحسن من كده. طيب هنا بقى إحنا بنتحط في موقف جدل، مين المفروض المقياس اللي بنرجع له هو رضا الشخص نفسه. أنا بالنسبة لي ما ينفعش حد ييجي لي ويبقى زعلان، يعني أيًا ما يكون أنت كنت متوقع إيه وللأسف ما كانش الموضوع على قدر توقعاتك، لأ، أنا في الغالب أنا لازم أفضل معاك لحد الآخر، لحد أمّا أنت بنفسك تلاقي النتيجة اللي أنت كنت بتحلم بيها أو اللي أنت كنت مستنيها من محمد السيد. إيه بقى ممكن مثلًا يبقى ليه الشخص متضايق؟ طيب الشخص ممكن يبقى متضايق لمّا تبقى العملية مثلًا فيها بعض الديفوهات، حتة إن العملية تفشل بشكل كامل دي طبعًا حاجة الحمد لله مش واردة عندنا، بس بيكون مثلًا في مناطق فيها بعض الديفوهات، مثلًا منطقة حصل فيها مثلًا إن الشعر طلع رفيع نسبيًا عن الشعر اللي حواليه، فبانت أخف. منطقة لأسباب غير معلومة طبعًا ممكن يكون في مشكلة في فروة الرأس أو نقص في التغذية الدموية أو حُط أسباب كتيرة سواء قبل العملية أو بعد العملية أو even حتى أثناء العملية حصل فيها هدر في البصيلات أو الشعر ما طلعش فيها بشكل كثيف مقارنة طبعًا بالمنطقة اللي حواليها، وطبعًا ده وارد لأن في نسبة هدر مقبولة في أي عملية زراعة الشعر، وفي نسبة للفشل تتراوح من 1 ل3% في عمليات زراعة الشعر برضه لأسباب غير معلومة. إحنا بنعمل أحسن ما عندنا وأنت إن شاء الله بتلتزم بالتعليمات وبتعمل برضه أحسن ما عندك، لأن في الأول وفي الآخر إحنا بنعمل حاجة مع بعض ونتيجتها تهمنا أكتر ما تهمك، يعني إحنا الموضوع في وشنا وفي كل الأحوال بيبقى الحمد لله الموضوع بسيط.